السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة غزاوية صامدة أشرف. كل التحية لكم من غزة، كل التحية لكل من ساهم وساعد أهل غزة ووقف معهم في محنتهم الصعبة هذه. الحمد لله على كل حال. أول طرد صحي يوصلنا في غزة. طبعا من بداية الأزمة ما وصلنا أي طرد صحي ولا أي طرد غذائي ولا أي حاجة. الحمد لله على كل حال. دعواتكم إلنا دايما أمانة، ما تنسونا. احنا بحاجة لدعمكم ووقفتكم معنا. طبعا في البداية ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، لأنه دعمكم ووقفتكم معنا احنا بحاجة إلها، يعني لأنه احنا بنمر في أصعب أيام حياتنا. والحمد لله على كل حال. اللي مشترك في القناة يشترك في القناة عشان أفرجيكم أول طرد صحي يوصل إلنا في غزة. الحمد لله على كل حال. طبعا إحنا لسه عايشين في صف في جنوب غزة. طبعا إحنا لسه نازحين، ما بنقدر لسه ننزل لمكان بيتنا، لأنه منطقة بيتنا منطقة حمراء ومنطقة خطر، صعب إنه ننزل لمكان بيتنا. طبعا هي الطرد الصحي وصلنا من دولة قطر. كل التحية لأهل قطر، كل التحية لكل الدول العربية ودول العالم اللي ساهمت وساعدت في دعم غزة. طبعا راح نفتح معاكم الطرد. طبعا هي الطرد معانا. الحمد لله على كل حال. طبعا في البداية زي ما انتم شايفين أول حاجة في البشاكير. طبعا بشاكير بطنية. الحمد لله على كل حال. طبعا هاي الأشياء لو بدنا نشتريها من السوق أسعارها كتير غالية والوضع كتير صعب. طبعا ما في شغل ولا في أي حاجة لنقدر نشتري هيك شغلات. طبعا إحنا من بداية الأزمة هذه محرومين من هيك شغلات، ما بنقدر نشتريها. طبعا كتير حلوين ومناح، بارك الله فيهم اللي يتبرعوا وقدموا هاي المساعدات. طبعا ما شاء الله الطرد الصحي كتير كتير مرتب مبين. طبعا هي فراشي أسنان، 3 فراشي. هي كمان واحدة، هي 4. طبعا هي صابون، صابون 1 2 3. هي 4. هي 5. هي 6. ما شاء الله كتير. 6. هي 7 8 9. نحطهم أول. هي 10 حبات صابون. طبعا هاي كشة ودان. الحمد لله على كل حال. هي معجون أسنان سيكنال طعم النعناع، كتير كتير مرتب. هي ليف الجلي لجلي الأواني والطناجر. هي عنا كمان إيش سائل تنظيف الأواني. هذا لتنظيف الأواني، سائل جلي بريحة الليمون. بارك الله فيهم، الله يحفظهم يا رب. كل من ساهم وساعد في إيصال هاي المساعدات لأهل غزة كل التحية إلهم. طبعا هذا إيش شامبو برضو بريحة الليمون. بارك الله فيهم، الله يحفظهم يا رب. طبعا هاي الأشياء أسعارها كتير غالية بالسوق، ما بنقدر نشتريها. طبعا انتوا عارفين الوضع اللي بنعيشه في غزة، وضع كتير كتير صعب. هذا سائل جلي بريحة الفراولة، واو كتير حلو. أنا يعني من المعجبين، بحب ريحة الفراولة كتير. رح أحاول أفتحه وأشم ريحته. الله، ريحة الفراولة كتير حلوة بتجنن. هذا سائل جلي برضو. وهذا مسحوق غسيل تايد. هذا تايد مسحوق غسيل، ما شاء الله كتير حلو. مسحوق غسيل، كيلو و25 جرام، يعني كيلو وقية وربع. كتير حلو. طبعا هذا أشياء خاصة، وهذا أشياء خاصة. هذه كمان بارك الله فيهم، الله يحفظهم. هذا كلينس معطر، كلينس مائي، مناديل أطفال مبللة، كنز مائي معطر.
هيك كمان باكيتين ما شاء الله، الباكيت كبير هيك. طبعا هذا بالسوق سعره كتير غالي. معجون أسنان 2. الحمد لله. هي فراشي أسنان الحمد لله على كل حال. وهي فرشاية للرجال، فرشاة للدقن. وهاي سائل سمار الجلي لتعقيم الأيدي. إيش كمان؟ هاي عندنا باكيتات كمان، دستة باكيتات هاي للحاويات القمامة ممكن نستعملهم. هاي كمان دستتين هيك 4. هاي 5 دستات. وعندنا دستة صابون. الحمد لله على كل حال. ما شاء الله الطرد الصحي كتير كتير حلو، كتير كبير ما شاء الله. بارك الله في كل من ساهم، كل من ساعد في إيصال هذه المساعدات وهذا الطرد لأهل غزة. كل التحية لكل من ساهم وساعد. طبعا نحط الأغراض هيك نجمعهم عشان طبعا الحمد لله على كل حال. الحمد لله بارك الله في كل من تبرع لأهل غزة وكل من ساعد مع أهل غزة، لأنه فعلا كل أهل غزة بحاجة للمساعدة، بحاجة لو كنتكم معنا. طبعا أمانة ما تتخلوا عنا، يعني إحنا يعني مرينا بأصعب أيام حياتنا. يعني هذه الأيام اللي فاتت، كل الفترة اللي فاتت كانت أصعب أيام حياتنا. كنا محرومين من هاي مواد التنظيف. مواد التنظيف هذه كانت ممنوع تفوت لإلنا، ولا أي مساعدات كانت تفوت لنا. والحمد لله على كل حال. طبعا ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة. اشتراكه هذا حيساعد في قناتي إنها تكبر، لأنه هي قناتي هي مصدر دخلنا. إحنا من وراها بنقدر نشتري أكل وشرب للأولاد. إذا في مجال حدا يتبرع لنا، حدا يساعدنا، حدا يدعمنا، بارك الله فيه، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب في ميزان حسنات كل حدا بيساعد وبيساهم إنه يتبرع لأهل غزة. كل التحية لكم من غزة، ويعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم، الله يحفظكم جميعا. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. الله يحفظكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا. طبعا احنا لسه هينا عايشين في الصف. طبعا هي الصف اللي بنعيش فيه الحمد لله على كل حال. بضل أهون من الخيمة برد وعذاب وسقعة. برضو الليلة يعني كتير كتير تعذبنا الفترة هذه. الجو سقعة مش طبيعي، برد قارس شديد شديد، يعني كتير تجمدنا من السقعة. طبعا عنا احنا الشبابيك زي ما انتم شايفين مسكرينهم بشرايط قماش. طبعا هذه شرايط القماش ما بتحمينا من البرد والسقعة، يعني كتير كتير تعذبنا من السقعة. الحمد لله على كل حال. طبعا هنا عاملين بالصف شوية حمام. هيو هنا هذا هو الحمام تبعنا، وهاي اغراض المطبخ هنا، وهي الغاز، وهي هنا بنغسل ايدينا ونتوضأ ونغسل. الحمد لله على كل حال. الله يفرجها يا رب علينا، وربنا يغير حالنا للأحسن، وإن شاء الله بنرجع لبيوتنا ولمكان بيوتنا، ونرجع سالمين غانمين. طبعا البيوت تبعتنا كلها راحت واتدمرت، فالحمد لله على كل حال. إحنا الله يفرجها علينا يا رب، نرجع ننصب خيمتنا. المهم نرجع مكان بيتنا ونحس بالأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.